الإنترنت في ألمانيا. الإنترنت في ألمانيا طبعا غير محدود زي معظم دول العالم، بس بيتميز بسرعات عالية بتبدأ من 50 ميجا بايت في الثانية و100 ميجا بايت و250 ميجا بايت، وبتوصل ل1000 ميجا بايت في الثانية لخطوط الفايبر، يعني سرعة جيجا في الثانية. أكبر 4 شركات اتصالات وإنترنت في ألمانيا هما تيليكوم وفودافون وتليفونيكا وأينس أوند أينس. كلهم بيقدموا باقات غير محدودة بأسعار بتبدأ من 25 يورو لأعلى باقة 70 يورو. الفرق ما بينهم في السرعات، بس كلهم باقات غير محدودة، وفي عروض وخصومات بتتعمل للطلاب وللاجئين. وده طبعا في وسط ما الحد الأدنى للأجور في ألمانيا بقى 12 يورو و82 سنت في الساعة الواحدة. ولو حصل عطل في الإنترنت ليك تعويض طبقا لقانون حماية المستهلك في ألمانيا تيليكومينيكاتسيونز جيزيتس المادة 58. لو العطل استمر أكتر من يومين تاخد تعويض 5 يورو أو خصم 10% من قيمة الاشتراك الشهري حسب الأعلى فيهم في اليوم الثالث واليوم الرابع. لو العطل كمل بعد اليوم الخامس تاخد ضعف التعويض عن كل يوم 10 يورو أو خصم 20% من قيمة الاشتراك الشهري. يعني مثلا لو باقتك الشهرية ب40 يورو وانقطع النت 6 أيام، تاخد تعويض عن اليوم الثالث 5 يورو، واليوم الرابع 5 يورو، واليوم الخامس 10 يورو، واليوم السادس 10 يورو. يعني الإجمالي 30 يورو تعويض في عطل 6 أيام. ولو اشتركت وفي ميعاد متفق عليه تتفعل فيه خدمة النت والميعاد ده اتأخر تاخد برضو تعويض عن كل يوم تأخير في تفعيل الخدمة. وبالنسبة لبطء الخدمة، لو السرعة قلت عن سرعة الباقة اللي انت مشترك فيها بأقل من 90% من السرعة المتفق عليها، يبقى ليك الحق في تخفيض في سعر الاشتراك أو تلغي عقد الاشتراك لو عايز. في هيئة اسمها هيئة تنظيم الشبكات في ألمانيا، بوندس نيتس أجنتوا. دي هيئة مسؤولة عن تنظيم ومراقبة خدمات الإنترنت والاتصالات عشان تحمي حقوق المستخدمين. فالهيئة دي عملت تطبيق رسمي يقيس سرعة الإنترنت اللي واصلة لك بالظبط. تطبيق اسمه برايت باند ميسونج. لو السرعة قلت في أي وقت تقدر تجرب تقيسها في التطبيق ده في خلال يومين كذا مرة، 20 مرة في اليومين، وتصورها وتبعت القياسات في الشكوى. وتبعت الشكوى سواء انت مواطن ألماني أو طالب بتدرس هناك أو لاجئ هيترد عليها. وفي دعم اجتماعي بيتقدم لخدمات الإنترنت والاتصالات، بيتقدم للعاطلين عن العمل أو اللي شغال بس دخله أقل من الحد الأدنى للأجور في ألمانيا، فبياخد دعم من الدولة اسمه بوجا جلد، بيغطي تكاليف المعيشة الأساسية بتاعته من ضمنها خدمة النت الأرضي وشحن الموبايل. الدعم ده بتديهوله مؤسسة حكومية اسمها جوب سنتر، بتدعم العاطلين عن العمل في احتياجاتهم وبتقدم لهم كمان كورسات مجانية. ولحد لما يبدأ شغل جديد بتديله بدل مواصلات وبدل هدوم للشغل لحد ما يقبض أول قبض. وأصحاب المعاشات برضو اللي معاشه قليل بياخد دعم اسمه جروند زيشرونج ام ألتا، التأمين الأساسي لكبار السن. التأمين ده بيشمل برضو فواتير النت الأرضي والموبايل، ولما بينقل من سكن لسكن جديد تكاليف النقل والعزال وتركيب خط التليفون والإنترنت مجانا على حساب الدعم الاجتماعي. بيسموها تسوكس كوستن، تكاليف النقل. ده غير العروض والراوتر المجاني والتخفيضات اللي بتقدمها شركات الإنترنت نفسها لأصحاب المعاشات والطلبة ومستحقين الدعم. طب لو قفلت معاك خالص مفيش نت ومحتاج نت دلوقتي تعمل ايه؟ متاح نت وواي فاي مجاني في المكتبات العامة والكنايس ومحطات القطر وجمعيات الدعم ومكاتب العمل اللي تبع مؤسسة جوب سنتر. تقدر تروح تستخدمه مجانا في أي وقت قانوني وشرعي، سواء مواطن ألماني أو لاجئ هناك. خدمة الإنترنت غير المحدود
بقت حق من حقوق الإنسان في العالم كله ما عدا مصر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.